قصه كتنطلق مع واحد السيده في التسعينات واللي سميتها لاله خديجه. هاد لاله خديجه هادي كانت واحد المراه اللي كبيره في السن واللي كان الكاركتير ديالها شويه انطوائي وما كتجمعش مع الناس بزاف وما كتخرجش بزاف للزنقه. ولكن ديما هاد المراه هادي كانوا كيسمعوا عندها واحد الاصوات اللي غريبه واللي كانت كتخرج من الكراج ديال الدار ديالها. هاد الاصوات اللي كانوا كيسمعوا ماشي اصوات ديال التلفازه واصوات اللي عاديه، كانوا اصوات اللي واضحين واصوات ديال شي واحد اللي كيطلب النجده وكيستغيث، بحال عتقوني، بحال الصوت ديال البكا ولكن بصوت اللي مجهد. الناس بداو كيشكوا ولكن ما عمر شي واحد شاف شي حاجه بعينيه او لا، يعني قدر انه يثبت انه راه كاينه فعلا شي حاجه في داك الكراج عند ديك المراه. حتى لواحد النهار من ايام الله غادي تجي واحد البنت وغادي تلعب قدام الكراج ديال هاد السيده هادي. غادي تبقى كتلعب تما حتى غادي تسمع هاد الصوت وغادي تقدر تفرز انه فعلا كاين شي واحد مورا داك الكراج وفعلا شي واحد خاصو الاستغاثه. ديك الساعه غادي تمشي البنت نيشان لعند والديها، غادي تقول لهم شنو سمعات، شنو اللي وقع تما. ومن ديك الساعه والاخبار بدات كتذيع وكاع الناس بداو كيشكوا بلا قياس. مورا ما غادي ينوض الصداع على هذا الموضوع غادي تجمعوا كاع السكان ديال داك الحي وغادي يمشيو نيشان للكوميساريه باش يديكلاريو بهذا الصوت اللي كيسمعوا ويمشيو للبوليس ويتاكدوا واش بصح كاينه شي حاجه في الكراج ديال ديك المراه او لا فقط غير اصوات ويحيدوا الشكوك ديالو.